اسكندرية منذ إنشائها وكل شارع فيها له حكاية وقصة. هنحاول نستكشف معاكم حكايات أشهر شوارع اسكندرية، وأول حكاياتنا هتكون النفق اللي هيودينا سواحل إيطاليا. خليني أقول لحضراتكم ده كان أحد التعليقات اللي اتكتبت على بوست خاص بالهجرة الغير شرعية لإيطاليا، والتعليق كان بيقول: ليه نتعب نفسنا واحنا عندنا نفق حضرتك ممكن تدخله تحس انك نازل جوه البحر. ولكن طبعا قبل ما نكمل حلقتنا، لو حضرتك اول مرة تشوفنا، دي قناتكم ياسر هيروح فين. القناة طبعا خاصة بكل جديد بيحصل في اسكندرية، بنتابع الجديد اول باول طبعا يوميا، كل يوم فيديو جديد عن منطقة جديدة وعن اخبار جديدة في اسكندرية. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم مننا كل جديد. ويلا نروح ونكمل حكاياتنا في اسكندرية. نفق وممشى سياحي أحد أهم الإنجازات اللي حصلت في محافظة اسكندرية من سنوات طويلة. هناخد جولة مع بعض ونتفرج على النفق والأماكن المحيطة كمان بالنفق. وما تنسوش إن المنطقة فيها شاطئ من أهم شواطئ اسكندرية، الشاطئ اللي لفت أنظار كل المصيفين وكل أهل اسكندرية، وهو شاطئ البوريفاج. وده طبعا بعد كل مراحل التطوير اللي مر بيها الشاطئ والمنطقة هنا عموما. ودلوقتي يلا نبدأ رحلتنا ونستكشف نفق 45 ونشوف فعلا هيودينا سواحل إيطاليا ولا هيوصل بينا لفين. لأن طبعا كلنا أول ما شفنا الصورة اللي قدام حضراتكم، الصورة ديت كانت فعلا منتشرة على كل وسائل التواصل الاجتماعي. حسينا فعلا أول ما شفنا الصورة إن النفق ده هيكمل بينا جوه البحر. طيب حاجة مهمة لازم نعرفها، النفق ده بيربط ما بين مناطق ايه؟ ولو دخلت جوه النفق هوصل من فين لفين؟ طيب خلينا متفقين في البداية اننا قدام احد اهم الانجازات اللي حصلت في اسكندرية منذ عقود طويلة. النفق ده طبعا بيقوم بدور مهم جدا في اسكندرية، وهو تسهيل حركة السيارات اللي جاية من منطقة العصافرة وبالتحديد من شارع 45. وكمان لو حضرتك جاي من الطريق الدولي هيسهل عليك برضو دخولك ووصولك لحد ما توصل للكورنيش، وده طبعا هيكون في لحظات محدودة. كمان الجميل ان مداخل ومخارج الكوبري تم تصميمها بنفس الطراز المعماري المميز اللي صمم بيه كوبري ستانلي، وهو طبعا طراز معماري ايطالي تم تصميم بيه كوبري ستانلي. واساسا الطراز ده كان معمول عشان قصر المنتزه، قصر الملك فاروق، القصر التاريخي اللي موجود جوه حدائق المنتزه. واعلى النفق طبعا موجود ممشى سياحي شكله مميز جدا زي ما حضراتكم عارفين. وكمان رؤية الممشى دوت بيبص على شاطئ البوريفاج. طبعا شاطئ البوريفاج قلنا افضل شواطئ اسكندرية حاليا. الشاطئ ده طبعا خطف انظار كل المصيفين وخطف انظار كل اهل اسكندرية، لانه فعليا الان اصبح من اشهر واجمل الاماكن اللي موجودة على كورنيش اسكندرية. طبعا عرفنا من فترة ان كوبري ستانلي حاليا مغلق، وبالتالي ناس كتير بتدور على متنفس جديد على كورنيش اسكندرية، لحد ما الدولة ساعدتنا طبعا بافتتاح نفق 45 والممشى السياحي. هنكمل حلقتنا ونتكلم ونقول نفق 45 النفق الجديد، النقلة الحضارية الجديدة في اسكندرية على الكورنيش، بيربط ما بين مناطق ايه وايه. خلينا اقول لحضرتك اننا بدأنا جولتنا على شارع 45. ده النفق بقى اللي بيربط ما بين بحر السكة وقبل السكة. هتنزل النفق حضرتك هتدخل منطقة العصافرة وبالتحديد شارع 45. طيب ايه اللي بيعدي من فوق النفق دوت؟ خليني اقول لحضراتكم ان اللي بيعدي من فوق النفق ده
خط سكة حديد أبو قير، واللي بيربط ما بين منطقة محطة مصر في وسط الإسكندرية وصولا لأبو قير شرق اسكندرية. وخلينا أقولك استمرينا ومشينا في اتجاه الكورنيش. طبعا التطوير كان لازمه نوضح كل حاجة في اسكندرية، عشان كده عملنا اليافطة اللي حضراتكم شايفينها وبتوضح اننا لو استمرينا لقدام هنوصل اتجاه الشاطبي والمنشية. وكمان يافطة تانية بعديها مكتوب عليها ابو قير والمعمورة والمنتزه والمنظرة يمين او الاتجاه السطحي. طبعا مكملين اهو لحد ما وصلنا قدام النفق. طبعا على ايدينا اليمين هنتجه اتجاه المعمورة والمنتزه والمنظرة، ولو نزلنا النفق بقى هندخل على سواحل ايطاليا او المنشية، ومعانا محطة الرمل والشاطبي كمان. كل ده هنوصل له من خلال النفق. ولكن النهاردة هناخد الجولة أعلى النفق، يبقى نتمشى كده ونطلع بجوار النفق عشان نشوف فعلا النفق ده بيربط ما بين مناطق ايه وايه، وصولا لحد ما نطلع على الكورنيش. وكمان نشوف شاطئ البوريفاج، الشاطئ اللي عمل نقلة حضارية. طبعا حضراتكم لما هتشوفوا الشاطئ معانا دلوقتي هتعرفوا فعلا ان النفق ده غير المنطقة بالكامل. هنطلع فوق اعلى النفق دلوقتي اهو، انا كده متجه في طريقي لاعلى النفق. هنطلع فوق النفق زي ما بنقول عشان نشوف الجمال من فوق كده. انا اعلى النفق. خليني اقول لحضراتكم انك لو هتنزل النفق ده هتطلع منه على سواحل ايطاليا ومنه لطريق الكورنيش، وده اتوبيسنا الجميل الاتوبيس اللبني بتاع اسكندرية. شايفين طبعا التغيير الكبير اللي حصل في المنطقة هنا بالكامل. المنطقة اصبحت في غاية الجمال، وبجد كل اللي شارك في المشروع ده حابين ان احنا نشكره، وبالاخص السيد محمد الشريف محافظ اسكندرية اللواء محمد الشريف. دلوقتي بقى رحنا الاتجاه التاني عشان نشوف شكل النفق من الناحية التانية، ونعرف فعلا هو النفق ده بيطلع على سواحل ايطاليا. طبعا طلعنا اهو من النفق من المخرج اللي على ايدك الشمال دلوقتي اهو، زي العربيات اللي طالعة قدامنا حالا. طبعا النفق ده غير شكل المنطقة بالكامل. وعلى ايدينا اليمين الممشى السياحي الجديد، الممشى اللي يعتبر بديل كوبري ستانلي او كوبري ستانلي الجديد زي ما ناس كتير جدا بتسميه. في وشنا كده طريق الكورنيش، وارقى مناطق اسكندرية منطقة ميامي، احد ارقى مناطق اسكندرية. هنتجه الاتجاه اليمين، هنروح كمان على بعد دقائق من شارع خالد ابن الوليد. واللي نازل النفق ده بقى راجع اسكندرية تاني، جاي من سواحل ايطاليا او من سواحل المندرة وشاطئ العصافرة وكمان المنتزه والمعمورة. وشايفين المنظر من فوق في الممشى عامل ازاي. طبعا كده طلعنا اهو اعلى طريق الكورنيش عشان نوري حضراتكم التطوير اللي حصل فعليا في المنطقة هنا. المنطقة هنا بالكامل يا جماعة اتغيرت، مش بس النفق اللي اتغير ولكن سواحل اليونان او سواحل ايطاليا كلها اتغيرت. المنطقة بالكامل تم تطويرها وصولا لشاطئ البوريفاج. وزي ما وضحنا في اول الفيديو وقلنا كده، ده شاطئ البوريفاج وده الممشى السياحي الجديد، الممشى اللي بيطل طبعا زي ما قلنا على انضف واجمل شواطئ اسكندرية بالنسبة لي شاطئ البوريفاج، واللي كان متكدس كده زي ما حضراتكم شايفين. شاطئ البوريفاج طبعا اصبح خلاص كامل العدد. طبعا الرؤية من على الممشى السياحي هنا جميلة جدا، مهما اوصف لحضراتكم طبعا الرؤية عاملة ازاي. المنظر جميل جدا. حضرتك طبعا شايف الشاطئ من فوق، شايف اجمل شواطئ اسكندرية من اعلى الممشى السياحي. مكملين طبعا فوق الممشى السياحي عشان نوري حضراتكم جمال المنظر عامل ازاي. بجد طبعا تدفق كبير جدا من اهل اسكندرية على الممشى السياحي الجديد، اعلى نفق ايطاليا او اعلى النفق اللي بيطلعنا على سواحل ايطاليا زي ما قلنا وسميناه. النفق ده طبعا عمل تغيير كبير جدا في المنطقة هنا. قدامنا على طول اهو شارع 45.
طبعا المنطقة اتغيرت بالكامل وخلاص انتهى التكدس وانتهى الزحام اللي كنا بنعيشه هنا في فترات طويلة جدا، وأصبح حضرتك خلاص بتنزل نفق 45 أو النفق بتاع سواحل إيطاليا من شارع 45 في لحظات بسيطة جدا، زي العربيات اللي قدامنا بتمسك طريق الكورنيش. طبعا كل ده للتسهيل على حضراتكم عشان تيجوا تقضوا صيف سعيد جدا في اسكندرية. نتمنى ان ربنا يوعدنا احنا وحضراتكم بزيارة ايطاليا في رحلة سياحية، رحلة بجد لسواحل ايطاليا، مش نفق 45 بديل اللي بيطلع على السواحل الايطالية. نتمنى طبعا ان احنا نكون قدرنا نوصل لحضراتكم فيديو مفيد، فيديو يوضح ليكم الجديد اللي بيحصل في اسكندرية اول باول ولحظة بلحظة. تابعونا بإذن الله الفترة اللي جاية، هنغطي شوارع كتير في اسكندرية وكمان طرق، هنوريكم اللي عمركم ما شفتوه في اسكندرية طول ما انتوا متابعينا. دمتم في حفظ الله وأمانه، هتوحشوني من هنا للفيديو اللي جاي. زيارة سعيدة لسواحل إيطاليا، والسلام عليكم ورحمة الله.